شكرا حيدر. في العاصمة الأمريكية واشنطن تجمع سوريون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بتغيير النظام السوري، لكن أشهر المشاركين كان عازف البيانو الشهير مالك الجندلي الذي عزف 3 مقطوعات صدحت في فناء المنتزه المقابل للبيت الأبيض. نادية البلبيسي والتفاصيل. ألهب مالك الجندلي عواطف المتظاهرين حينما اعتلى المنصة المنصوبة أمام البيت الأبيض ليغني لحرية سوريا ووحدة السوريين أمام مئات المتظاهرين الذين تجمعوا تحت شمس حارقة وموجة حر غير معهودة مطالبين بإسقاط النظام. شعوري لا يوصف كوني قدرت أنا أقدم شيء من قلبي لأهل سوريا اللي عم تصاب فيهم أبشع الجرائم الإنسانية، في حمص، في درعا، في جسر الشهور، في كل أماكن، أطفال، النساء. هذا أقل شيء كواجب إنساني وكفنان إنه أنا شارك حبي ومشاعري لأهل وطني الغالي سوريا. المظاهرة التي شارك فيها نشطاء ومعارضون للنظام السوري من شعراء وأكاديميين نددت بممارسات نظام الرئيس بشار الأسد وطالبته بالتنحي. موطن الأنبياء مرقد الشهداء أدعو رب السماء أن يزيل البلاء عن بلادي وأهلي أغنية وطني أنا التي منع الجندلي من تقديمها في الحفل السنوي للجمعية الأمريكية العربية لمكافحة التمييز استطاع أن يعزفها أمام البيت الأبيض. رسالته بسيطة، فهو كفنان يطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين ويختلف مع واشنطن في سياستها الخارجية، لكنه يقدر ثمن حرية التعبير في بلده الآخر الولايات المتحدة. نادية البلبيسي، MBC، واشنطن.